عمرك سألت نفسك ليه أغنية مكتوبة من 50 أو 60 سنة لسه عايشة معاك لغاية دلوقتي؟ لسه حاسس إن هي مكتوبة لك؟ والإجابة مش في الصوت الحلو ولا في الكلام ولا في الألحان ولا في التجديد. الإجابة في حاجة مهمة جدا: علم النفس. أم كلثوم لما بتقول في أغنيتها بعيد عنك حياتي عذاب، لا طول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. أنت بتاخد الكلام دوت عليك، بتاخد الكلام دوت على حاجة تخصك، بتعمل نوع من أنواع الإسقاط. يعني ممكن يكون عذاب علشان انت بعيد عن مكان انت بتحبه، او بعيد عن شخص انت بتحبه، او حتى بعيد عن نسختك القديمة. وزي ما بقول لك دوت في علم النفس اسمه الاسقاط العاطفي. الاغنية في الوقت دوت بتبقى مراية، مش مجرد كلمات او الحان. ويمكن الكلمات، الاغاني بتاعت زمان كان ليها عامل مهم. اه كلمات زمان كانت واسعة، كانت بتدي براح للتفكير والخيال. وده يمكن كان مقصود من الشعراء اللي كانوا بيكتبوا الأغاني زمان، عكس الكلمات اللي موجودة في أغلب الأغاني اللي موجودة دلوقتي. هي كلمات محددة وقصيرة وضيقة جدا على مواقف محددة بس. يعني مثلا لما الشاعر كان بيقول حبيبي يسعد أوقاتك، مين حبيبي؟ كل حد فينا ممكن يحط حبيب بشكل أو بآخر، بعلاقة أو بطريقة أخرى، لكن دلوقتي الموضوع محدد جدا. حاجة تانية بيقول لنا عليها علم النفس وهي الصدق العاطفي. يعني مثلا كده لو انت بتسمع عبد الحليم تحس انه بيغني لك انت، تحس ان الكلمات اللي بتقولها ليك او بتعبر عنك. لو مريت في طريق مشيت مرة فيه أو عديت في مكان كان لينا ذكرى فيه، ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني، حاول حاول تفتكرني. وطبعا ده مش صدفة، كلنا عارفين حياة عبد الحليم كانت عاملة ازاي وقد ايه هو اتوجع في حياته. عاش وجع حقيقي فقدر يوصله بإحساس حقيقي لكل الناس عايش معانا لغاية دلوقتي. وفي دراسة في علم النفس بتقول إن الدماغ عندها كشاف طبيعي بتقدر تكشف بيه التمثيل. فلما حد بيجي يمثل عليك أو حد عايز يوصل لك إحساس مش حقيقي، في الغالب بنكتشف ده. لكن لما الإحساس يكون حقيقي بتتفاعل معاه وبتحسه جدا بلا أي مقدمات وبلا أي ترتيب. وعلم النفس بيقول لنا السبب الثالث هو الزمن البطيء. ايوه، الزمن البطيء. التكنيك اللي كانوا بيغنوا بيه زمان اغاني طويله برتم الى حد ما بطيء. جعلت في القلب مكانه، بس بس لو يكفيك. جعلت في القلب مكانه، بس بس لو يكفيك. جعلت في القلب مكانه، بس بس لو يكفيك. يسمع ضروبه وألحانه والمخبي فيه. الزمن البطيء في الاغاني بيخليك تعيش الحاله اللي هي بتتغنى لها. ام كلثوم بتقعد تغني في ساعه ونص، فيروز بتقعد تاخد براح في كل كلمه هي بتقولها، عبد الحليم، عبد الوهاب، كل العمالقه بتوع زمان دول كانوا بيعملوا كده علشان بيأثروا فينا بحاجه قال عليها علم النفس اسمها الاندماج الشعوري.
انت مش بتسمع الاغنيه، انت بتعيش جواها. احنا واقفين بقى في المطبخ بنعمل حاجه، قاعدين في المكتب بنعمل حاجه، اول ما بتشتغل اغنيه من الزمن الجميل دوت بيجي وقت او كوبليه معين او كلمات معينه بنقوم واخدين الحاله بتاعتها وندخل جواها. احنا بندخل جوه الاغنيه مش بنسمعها بس. الاغاني دلوقتي سريعه وكلماتها زي ما قلنا محدده، وده مش وحش، ده بتاعت عصرها، بتاعت السكرول وال30 ثانيه، لكن مش بتعيشك الحاله بتاعت الاغاني القديمه، مش بتعيشك الحاله بتاعت الاغاني الطويله. اغاني بتتسمع وبنحبها لكن ما بتعيش. عايزك بقى تقول لي ايه الاغاني القديمه اللي بتحب تسمعها، وايه الاغنيه اللي لما بتسمعها بتوجعك. بتوجعك وتفضح شعورك المستخبي. اكتب لي في الكومنتات، وانا هيبقى الموضوع دوت سر بيني وبينك. اوكي، اتمنى ان يكون الموضوع عجبكم. وكلام مزيكا.